اشتغلت كويس جدا جدا مع المجموعه بتاعتها واشتغلت كويس جدا جدا على نفسها وقدرت تطلع مجاميع جديده وشفت تكريمات من مجموعتها النهارده كتير جدا جدا. تحيه قويه جدا لسفاير دايركتور جهاد محروس. كل التيم بتاع الساجد اتفضل معايا في صوره جماعيه. يعني كبسولة نجاح كده منك ليهم. طبعا شكرا لكل الناس اللي بتسقف دلوقتي وفرحتكم دي. انا كنت عضوة جديدة عادي زيكم بقالي 4 سنين بالظبط. طبعا مستر بدر ومستر محمود مستر احمد كل الادارة عايزين يعرفوا كبسولة النجاح او الشغل نفسه. تقدري تنظمي وقتك، وانا ما كنتش عارفة هل انا في الطريق الصح. اكيد لازم هاخد من عدد ساعات يومي في البيت من حيث الاطفال. طب انا انانيه عشان عايزه انجح ولا عايزه انجح عشان اطفالي؟ فهي دي الفكره، ان الحته دي الحاجه الوحيده اللي هتقدر توفرها لك هي روتين. فالشركه والشغل في الشركه على مقاسنا قوي قوي احنا كستات مصريه. طبعا اهم حاجه الالتزام في الشغل نفسه، وان انت بتسعي ومتاكده ان انت هتوصلي للهدف بتاعك. انت متاكده ان انت لما هتتعبي هتلاقي اللي بيكرمك، هتلاقي بوكيه ورد زي ده. متاكده برضه انت لما تتعبي هتحققي سفريات بره مصر. انا دلوقتي برضه اللي بيحركني السفريات والارقام. اللقب ده يعني الدموع اللي نزلت دي مش عشان اللقب صعب يا جماعه، والله اللقب سهل، بس هو كان صعب عليا انا ان 2022 دي كانت ظروف قاسيه جدا جدا بالنسبه لي. فعشان كده محدش يسيب نفسه لظروفه، ان انا عندي ظروف مش هقدر انجح، لا بالعكس احنا بنقدر. واللي بيحركنا هي الظروف القاسيه، ان انا لسه اكون ام لاول مره، مش عارفه اتعامل مع بيبيهات، تحديات كتير، عدد ساعات النوم بيقل، عياط كتير. هقفل الشهر ده، لا ما حصلش، لا فعلا قفلت. يمكن انا اتاخرت، خدت لقب سينيور اتاخرت فيه شويه، بس كله بتاع ربنا. ان انا لما خدت السفاير كان الدولار غلى والشيك بقى 150%، فكله بتدابير ربنا. انا بعشق اوريفلام، خلاص ما بقتش اللي انا اتخيل حياتي من غيرها. مش عشان الفلوس بس، هي فلوس رقم واحد، بس عشان يمكن ده المكان اللي طلع القدرات اللي جوايا، وانا بسميها قدرات مدفونه. لا تعليمي طلعها، ولا شهادتي، ولا دايره المعارف بتاعتي، ولا العادات والتقاليد قدرت ان هي تطلعها. حسيت ان انا جوايا حاجه اقدر اثر في اللي حواليا، اقدر ان انا افتح باب رزق لناس كتير، وانا بفتح باب رزق لنفسي. فدي اهم حاجه عندي في الشغل، والحمد لله ده من سبب نجاحي يعني. هي اوريفلام بجد او الشغل علمني زي انا اوفر الوقت، تمام؟ فبقيت كل حاجه دلوقتي يعني بالورقه وقلم، ايه اكتر عدد ساعات اللي انا اديها للشغل، وهي شغل البيت ساعه، الاكل ساعه، المواعيد نص ساعه، وبظبط الوقت. فبقيت ادور على كل ده عشان اقدر اوفر عدد ساعات للشغل كتير ماشيه بالورقه والقلم، وعدد ساعات النوم متنظمه. فالحمد لله بقيت ادور على الادوات اللي تقلل لي ايه وقت الشغل بتاع البيت. هموت على غسالة النوم مستنية الشركة تنزلها، مفيش حاجة. قبل ما زهقت طبعا أختي صاحبتي أقرب حد ليا إنجي، هي عارفة، وهي عارفة إن أنا نفسي فيها أوي أوي يعني. فكون إن فريق يجيب
بكام انت؟ الحمد لله هترحم من المواعيد وهعمل لكم ميتنج اكتر بقى. ألف مبروك لكل التكريمات، مبروك يا جهاد، مبروك إن شاء الله كل الناس الموجودة تكون معانا التكريمات اللي جاية أكتر.